مساء الخير. الجمعة 5 حزيران 2026. تطورات كتيرة شهدتها الساحة اللبنانية خصوصا بالملف السياسي، يمكن أن نجملها كالتالي: إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في المفاوضات التي كانت جارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ورفض حزب الله لمسار هذا المفاوضات وبالتالي نتائج المفاوضات، إلى جانب حديث أو تصريح وليد جنبلاط عبر إكس، واللي حذر فيه من أن تسلك الأمور في السياسي في لبنان مسار اتفاق أوسلو. أولًا خلينا نبدأ من عند الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية لم يكن بمقدورها أن تفعل غير الشيء اللي فعلته بالذهاب إلى التفاوض في واشنطن، التفاوض المباشر مع إسرائيل، طبعًا بدفع أمريكي سعودي، لأنه الدولة اللبنانية تريد حصر ملف الحرب والسلم والقرار النهائي بيدها، وأن تسحب هذا الملف من يد إيران ويد حزب الله، وبالتالي ما كان مثل ما أسلفنا ما كان أمامها أي خيار آخر. موقف حزب الله معروف مسبقا بأنه سيرفض هذا التفاوض، طبعا بدفع إيراني، لأن إيران تريد أن يبقى ملف لبنان وملف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كورقة في يدها تفاوض فيها هي الولايات المتحدة، وليس أن يكون الأمر في يد الدولة اللبنانية تفاوض فيه. وبالتالي رفض حزب الله متوقع، وليس هناك من أمر غير متوقع في هذا الشأن. أما ماذا يقصد وليد جنبلاط بأن تسلك الأمور في لبنان مسار أوسلو؟ طبعا اتفاق أوسلو هو اتفاق وقعته منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، ممثلة آنذاك بحركة فتح، مع إسرائيل في العام 93 بوساطة الولايات المتحدة، واللي هدف إلى إنهاء الاقتتال والاعتراف بدولة فلسطينية معينة، وفيما سمي آنذاك بالسلام بين فلسطين وإسرائيل. أوسلو عندما تم توقيع هذا الاتفاق، طبيعي رفضته الفصائل الفلسطينية الأخرى مثل حماس والجهاد الإسلامي وغيرها، وبالتالي اتفاق أوسلو لم يؤدي إلى إحلال السلام لاحقا بين فلسطين وإسرائيل، وأدى بالمقابل إلى زيادة الشرخ بين الفصائل الفلسطينية وتعميق الهوة بين الفلسطينيين، والتي أدت إلى اقتتال ونزاع كنا قد رأيناه في السنوات الماضية تلك، وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن. وحتى الآن لم يحصل السلام بين فلسطين وإسرائيل، ولم تحصل فلسطين على دولة مستقلة. طبعا وليد جنبلاط هنا يحذر من أن يبقى حزب الله على موقفه من رفض مخرجات الاتفاق في واشنطن، وبالتالي تذهب الدولة اللبنانية إلى أو السلطة اللبنانية إلى تصادم أكبر مع حزب الله، وهذا سيؤدي إلى تعميق الشرخ السياسي الداخلي، و و ويحصل ما حصل أو أشبه بما حصل في فلسطين إبان توقيع اتفاق أوسلو. طبعا الوضع اللبناني السياسي المقبل طبعا وضع حرج، وضع صعب. هناك أزمة كبيرة، يمكن القول أن الملف السياسي اللبناني قد دخل في عنق الزجاجة، وليس هناك من حل إلا أن تتوصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى سحب الملف اللبناني بالكامل من يد إيران وتسليمه إلى الدولة اللبنانية. إذا حصل بالمقابل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لم ينهي مسألة الملف اللبناني بشكل واضح،
بأن قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، فإن الأمور في لبنان منفتحة على صعوبات أكبر، منفتحة على تطور وتفجُّر داخلي أكبر، وهذا بالتحديد ما يحذّر منه وليد جنبلاط في تغريدته التي كتبها اليوم.